السلام عليكم شباب، عاملين ايه؟ الفترة اللي فاتت في ناس كتير قوي سألت على موضوع السكن هنا في الامارات، خصوصا الناس اللي لسه جاية جديد او لسه هتيجي الامارات ومش عارفة هتسكن فين، في سكن شيرنج او سكن خاص او سكن مفروش. طبعا انا بتكلم على السكن الشيرنج خصوصا، يعني باستفاضة في الفيديو ده، لان الناس اللي جايه طبعا اكيد هتسكن في شيرنج، يعني اكيد مش هتسكن في خاص او مفروش. بس طبعا انا يعني بعد ما اتكلم في السكن الشيرنج باستفاضه في الفيديو ده، هتكلم في اخر الفيديو عن الخاص والمفروش برضو للناس اللي هنا موجوده بقالها فتره وبرضو بتسأل على السكن الخاص او المفروش يعني. فكل حاجه في السكن هتكلم فيها في الفيديو ده، فتابعوني يعني. طيب، لازم علشان تحدد الاسعار اللي احنا هنتكلم فيها، لازم تحدد الاول انهي اماره اللي انت هتناوي يعني تسكن فيها. يعني في دبي طبعا دي اهم حاجه طبعا بالنسبه للشغل، وفي طبعا الشرق وفيها عجمان. بس طبعا احنا هنتكلم عن دبي، لان انت المفروض النصيحه يعني مبدئيا كده ان انت عشان لو جاي تدور على شغل، طبعا انت لازم تسكن في المكان اللي انت هتدور عليه في شغل. مثلا دبي ما تسكنش في الشارع او عجمان، عشان دي هتبقى بعيده وهتبقى تكلفه عليك قوي بخصوص المواصلات. انت ما عندكش عربيه وهتقعد في الشارع او عجمان، فطبعا هتصرف مواصلات كتير وزحمه وممكن تتاخر على الانترفيوهات والكلام ده كله. ايا كده انا هتكلم عن دبي، وطبعا هتكلم عن الشارع وعجمان بعديها. دبي يا جماعه تعتبر من اغلى الاماكن او اغلى الامارات اللي فيها سكن شيرنج. انت السكن فيها الشيرنج طبعا غالي، بيبتدي طبعا 800 درهم او 900 درهم على حسب كم واحد معاك في السكن. هل هي غرفة ماستر ولا لا؟ غرفة ماستر طبعا دي معناها ان انت بيبقى مثلا في 3 او 4 في الأوضة، وبيبقى فيها الحمام الخاص بيها، وبيبقى فيها التلاجة، وفيها كل احتياجاتها، يعني مش محتاج بقى الشقة يعني. طبعا بتفرق برضو ما بين ان انت هتسكن في سرير سنجل ولا سرير دبل، اللي هو بيبقى فوق بعض ده عامل زي السجن ده. طبعا ده انا ما بحبذوش، بس طبعا كل اللي احنا بنتكلم عليه ده مرتبط بالبادجت اللي انت جاي بيها واللي انت هتصرفها في السكن هنا في الامارات. بس فبتكلم على دبي بالخصوص يعني، عشان هي اهم امارة بتدور فيها على شغل. فهي السكن فيها بيبتدي من 800 درهم. وانا بحبذ طبعا اللي انت اول ما تيجي تسكن في امارة دبي، علشان هي دبي دي هي الاهم حاجة اللي انت تدور فيها على شغل. انت صعب اوي تلاقي شغل في الشارقة او في عجمان. فانت علشان تسهل الامور على نفسك طبعا لازم تكون ساكن قريب من المكان اللي انت هتعمل فيها انترفيوهات ان شاء الله. طبعا الشارقة برضو يعني بيبقى فيها نسبة كبيرة من الناس بتيجي تسكن فيها. طبعا الشيرنج فيها بيبقى ارخص شوية عن دبي، ده برضه بسبب بعد المسافة. هي مش كبيرة بالنسبة لو حد معاه عربية، بس لو معكش عربية وهتروح مواصلات وتدور على شغل في دبي، الموضوع هيبقى مكلف بالنسبة لك أو بيبقى مجهد، علشان بيبقى برضه ساعات الصبح الدنيا بتبقى زحمة كبيرة يعني ما بين الشارقة أو دبي. فعشان كده أنا بقولك الشارقة هتبقى هي أرخص، بس أنت اللي هتوفره وهتصرفه في المواصلات وفي التاكسيات وفي الباصات والكلام ده كله. لكن الشارقة بيبتدي فيها السكن بيبقى من 500 مثلا، بيبقى فيها الأوضة مثلا بتبقى 4 5، وطبعا ده مش ماستر، ده اللي هو الستاندر عادي. طبعا لو هتزود عدد الناس اللي ساكنة معاك في الأوضة، مثلا بيبقوا مثلا 6 أو 8 أو كده، في أكتر من كده كمان. طبعا المبلغ بيقل، بيبقى 400 وساعات ب 300 350. ده لو سكن يعني صعب شوية اللي انت ممكن ترتاح فيه في خلال الشهرين اللي انت جاي تدور فيهم على شغل. فلا يعني انا بقول لك اللي هو اللي ينفع انت تسكن فيه بيبتدي من 500 600. برضو ده على حسب انت برضو هتتكيف عليه ولا لا يعني. طبعا ممكن اكتر من كده لو غرفة ماستر زي ما انا قلت لك تبتدي بقى تخش في 700. طبعا لو انت عايز تسكن في بارتيشن اللي هو بيبقى هما نظام كده، الأوضة بيقسموها على 3 4 أجزاء، أو الصالة بأبلكاش أو جبسون بورد. ده يعني بيديك حتة من الخصوصية شوية، بس برضو بتعتمد على مثلا هو المكان البارتيشن بيبقى ضيق شوية، يدوبك سرير ودولاب، وساعات بيبقى فيه شباك ولا لأ. يعني لو مفيش شباك هيبقى أرخص كمان، لو في شباك طبعا هيبقى أغلى عشان يبقى فيه تهوية. لكن في كلا الأحوال هو أحسن شوية من السكن يعني مع الناس مثلا 4 أو 5 في أوضة، بيبقى ليك خصوصية. بس طبعا هو البارتيشن مش بيبقى عازل لأي حاجة، يعني انت برضو سامع الناس اللي حواليك، بس بتبقى لو عايز تنام مثلا وتطفي النور، مش عايز مثلا حد يصحيك مثلا الصبح
بيفتح النور او نازل، طبعا انت لازم تصحى، كله بيصحى، فدي بتبقى ايه، نوع من الخصوصية شوية. برضو البارتيشنات برضو في الشارع بتبتدي من حوالي 900 او 1000، برضو انا قلت لك على حسب وسع البارتيشن، او بيبقى فيه مثلا تهوية ولا لا، بيبقى طبعا كل ده بيأثر في المبلغ يعني. دبي طبعا اغلى بكل تأكيد في موضوع البارتيشنات ده، يعني البارتيشن في دبي بيبتدي من 1300 1400، ده اقل حاجة يعني. طبعا علشان انت اللي هتوفره مثلا في المواصلات برضه هتدفع هناك، بس بيبقى راحة شوية في دبي عن الشارقة. طبعا كل ده بتوقف على التكلفة او المبلغ اللي انت جاي بيه من مصر، ان انت جاي تدور على شغل. عشان كده بقولك انت حاول وانت جاي، يعني مبدئيا بتاخد $1000 بس، لو في اكتر من $1000 انت تيجي بيها عشان بتسهل الدنيا على نفسك، ما تضايقهاش على نفسك لما تيجي، سواء في الاكل او في السكن او في المواصلات والكلام ده كله يعني. ده باختصار السكن الشيرنج في الشارقة او في دبي. لكن طبعا في حاجة تانية في السكن السنوي. طبعا السنوي ده لازم يكون واحد مقيم في الامارات، ولازم يكون معاك بطاقة علشان تاخد السكن سنوي. طبعا في الشارقة السكن مثلا الاستوديو بيبتدي من 14,000 في السنة، وبتدفعوا على ايه 4 دفعات او 6 دفعات على حسب الشركة العقارية اللي انت بتتعاقد معاها يعني. ده الاستوديو اللي هو اقل حاجة يعني تقريبا في الشارقة. طبعا في عجمان برضو بيبقى فيه ارخص من كده. وطبعا دبي الموضوع بيبقى صعب جدا بسبب الدنيا غالية اوي في دبي، وخصوصا السكن يعني. اقل استوديو اعتقد ممكن يبتدي من 20 فوق ل20,000، ممكن ما تلاقيش كمان، ممكن 22 23 يعني. ممكن تلاقي حاجة متطرفة كده في دبي يعني. ده بالنسبة للاستوديوهات يعني، ده السكن الخاص. تمام. ولسه طبعا هتدفع تصديق، ولسه هتفرشه والكلام ده كله. في حاجة تالتة بقى، ايه المفروش. يعني المفروش طبعا بيبقى اغلى بكتير من الثانوي، بسبب ان انت هتيجي هتسكن على طول في شقة مفروشة، سواء أوضة وصالة أو استوديو. طبعا ده الموضوع بيبقى مكلف على الناس اللي جاية لسه جديد الإمارات، بس هي بتبقى راحة ما فيهاش كلام يعني. هي بتبقى راحة أحسن طبعا من البارتيشن، وأحسن من السكن الشيرنج والكلام ده كله. بس برضه زي ما قلت لك، هي بتفرق في البادجت اللي انت جاي بيها. تكلفك مثلا في حدود، لو تاخد استوديو مثلا في الشارقة، طبعا في دبي الموضوع يبقى غالي جدا. فانا بستبعد يعني دبي، عشان هي بتبتدي من مثلا من 3500 4000 السكن اللي هو في دبي، لو هتاخد استوديو مفروش. طبعا ده غير شامل الفواتير. اعتقد في الشارقة السكن بيبتدي من المفروش بالخصوص يعني، بيبتدي من خصوص 1800 2000 درهم، ده لو استوديو. طبعا غير شامل الفواتير اللي هي الكهرباء والمية والغاز، كل ده بتيجي بفاتورة واحدة. ده بيبقى غير شامل. حتى كمان الانترنت ساعات بيكون غير شامل، ساعات بيكون شامل وساعات لا يعني، على حسب اللي اللي بيديك مفروش. بس في الاغلب مبيبقاش شامل اي فواتير، انت اللي بتبقى بتدفع الفواتير كل شهر. بس لو على حسب الشهر شهرين يعني، بتبتدي من 1800 2000، ده لو استوديو. مثلا في مناطق بعيدة شوية عن الشوارع الرئيسية يعني. لكن لو انت عايز في مكان حيوي والكلام ده، بعتقد بيبتدي من 2500 3، ده الاستوديوهات المفروشة مثلا في منطقة التعاون أو المجاز أو النهدة. هي دي علشان دي بداية دبي، فبتبقى اوبشن كبير أوي الناس بتيجي تسكن فيها، بسبب ان هي قريبة من دبي، وما بتحتاجش قوي يعني ايه تكاليف المواصلات. انت بتبقى حوالين دبي والشارع بيبقى فيه باصات كتير. فانت بتبقى تحاول على قد ما تقدر ان انت بتختار السكن قريب من محطة باص. الباص ده بياخدك من الشارقة مثلا او عجمان حتى، بينزلك مثلا في دبي اقرب مكان مثلا ليك، تركب باص تاني او محطة مترو. فده بيسهل ايه الدنيا عليك بشكل كبير يعني. فهو ده يا جماعة السكن الشيرنج، وده السكن السنوي، وده السكن المفروش. ده الفرق بينهم. وطبعا اسعارهم زي ما انا قلت لكم، في ممكن اكتر في ممكن اقل، بس انا بتكلم على متوسط الاسعار السكن هنا في الامارات برضو باختصار يعني. برضو لو حد عنده سؤال في الموضوع ده يبعت لي كومنت وانا هرد عليه بكل استفاضة يعني. فاهم من كده بقى ان انت تلاقي سكن ازاي او شيرنج موجود هنا في دبي او في الشارع او في عجمان. اول حاجه هتلاقي جروبات كتير قوي على الفيسبوك وعلى الواتساب. هتلاقي موجود كل انواع الشيرنج اللي انت عايزها، وكل الاماكن وكل المناطق زي ما انت عايز. انت عايز مثلا سكن مثلا كم واحد في الغرفة، 2 في الغرفة، غرفة ماستر. مثلا يكون السكن قريب من محطة الباص، عشان سهل ان انت مثلا تروح دبي لو انت في الشارقة، او لو انت مثلا في دبي
فالشيرنج هتلاقيه موجود على جروبات الفيسبوك. الموضوع سهل جدا، بس لازم تكون مظبط السكن قبل ما تيجي. عشان كده انا بقولك السكن الشيرنج في دبي هتبقى اسهل بكتير قوي من الشارقة بالنسبة لك لو انت بتدور على شغل. لكن انت لو معاك عربية وبتشتغل هنا اوريدي، طبعا انت عارف هتسكن مثلا في الشارقة او في عجمان، الموضوع بيبقى بسيط بالنسبة لك يعني. بس هو ده باختصار السكن هنا في الامارات الشيرنج. لو اي حد عنده اي استفسار زي ما قلت لكم يبعت لي في الكومنتات، وما تنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم الفيديو الجاي. يلا، سلام عليكم.